نبراوي، عبشافي، عوف، نبراوي من صندنهور. البلد شحة دوي، البلد ما فيهاش دوي. آخر حباية في السريط، اللي عنده دوه يحافظ عليه بإيده واسنانه. ليه؟ البلد خلاص ما فيهاش دوي، بقينا عايشين كأننا في الأدغال. طب اللي عنده القلب، اللي عنده الفشه، اللي عنده السكر وبياخد انسولين، اللي عنده الكبد وبياخد ابصر ايه ولا مدرك ايه، حتى اللبوس اللي بيصبوا في مصلحته قال لك لا خلاص احنا بنصب في مصلحتكم مش محتاجين اللبوس. البلد شح فيها الدواء شحة الكلب الاجرب في وسط جامع. ما تلاقيش كلب يجرب في جامع ولا كلب اصلا، مفيش. دور على حد عنده القلب تلاقيه ماسك قلبه وماشيين في الشوارع يعني كده، يدور على كون سنجال، كون سنتال، بنت سنتال، حاجه تقوي عضله القلب، مفيش. طب يا دكتور يا صندلي، الدكتور الصندلي اللي على اول الشارع فيه بديل؟ لا مفيش بديل. اهي. طب المستورد، ما بنستوردش عشان الدولار. طب بنصنع إيه؟ مش موجود. طب بديل، يقول لك اشتري في تراب الغفير. مش ابوك اللي هيموت؟ اشتري في تراب الغفير، ما تدوروش على دواء. يا ولود الاحايب، كجاء الميه ما ينجار تحت منك يطلع لك دم تحت باطك اللي مسؤول انت عن الصناعه. صناعه الدواء، ما صناعه الادويه اتضربت. صناعه الادويه خلاص يا ولاد. صناعه الادويه باظت. صناعه الادويه راحت لدوله تانيه عضيقه، مش صديقه، عضيقه. والبيع بيع حكومي، وكله موجود عندي في الدفاتر ومكتوب على اللوح. وهتاخد دلوقتي وتصير، تصير يعني هتاخد دلوقتي وتصير عشان اللي ما يعرفش وابوه عنده جلطه ولا امه عندها دوي ولا اللي عايز حاجه للتنفس، خلاص يا حلو شممها نص بصله. ولا اديها لا مؤاخذه حبه لانسون ولا حبه كمبون ولا حبه عصور ليمونه كده يمكن تخف، ولا ما خفتش. ما انتوا مدني، فين المدني اللي هنا؟ اهي. بس احنا يا اولاد كانت مصر دي زمان يعني من كام سنه كده، من 2010 2011 2012 كانت بتنتج دواء، وكان في شركات ادويه، منفيس ووفيس والنيل ومبصر ايه ومدرك ايه. هوب جات لك شركه اماراتيه خدت الاول الصيدليات. فاكرين الصيدليه كان عندنا العربي والعزبي ومش عارف قول لي ليه عامل لك صيدليه 1919 11 اماراتيه، وبعد كده الحراميه قلبوا على بعض. طب شركات الادويه راحت فين؟ شركات الادويه المصريه راحت فين؟ والناس اللي عندها مرض القلب بتموت. دلوقتي اللي عنده قصور في عضله القلب يلحق يشتري له تربه لو عايش في مصر، انما لو عايش في بره تاني هيعيش. ليه؟ هو احنا اصبحنا من مجاهل افريقيا يا اولاد؟ هو احنا اصبحنا كوالالمبور يا اولاد؟ ما فيش دواء، بقول لك ما فيش دواء، خلاص اخر قرص في الشريط. انت تروح اي صيدليه دلوقتي في منطقه نص شعبيه، اللي كانوا زمان بيسموهم الطبقه الوسطى، كانوا الناس بيشتري بالعلبه، دلوقتي يقول لك بالشريط. واللي دلوقتي فيه بيشتري بالقرص. دواء القلب دلوقتي اصعب من المخدرات. المخدرات اللي مالت البلد والناس بتبيعها عيني عينك كده، اللي عيال مساطيل بيشموا الايس، بيشموا بياكلوا ايس في الشوارع ومرميين في الشوارع، ممكن يموت ابنك ولا يموت ابوك ولا يموتك انت شخصيا. دلوقتي المخدرات دي بقت موجوده اكتر من ادويه القلب والسكر. يعني اللي عنده قلب ولا سكر قول عليه يا رحمن يا رحيم. طيب أنا شايف واحد كده لمض وبيتسائل أمال الأدوية راحت فين؟ فين مصانع الأدوية؟ أقول لك السر في هيئة الشراء الموحد. هيئة الشراء الموحد قالوا ما حدش يشتري إلا جهة واحدة، جهة واحدة بس اللي تشتري يا بلد. وطبعا معروفة مين الجهة دي، وهقول لك دلوقتي بالأسامي والدليل. 12 في جريدة رسمية مصرية
جريدة مصرية تابعة للحكومة أو يعني موالية ليها. عنوان بيقول، شوف الخبر بيقول إيه وركز معاي، ركز معايا عشان الجاي تقيل، الجاي تقيل ومش عايزك يجيلك القلب، ما فيش دواء ومحدش يسأل فيك في مصر. الخبر كان بيقول تهديد الأمن القومي المصري. فهمان؟ حتى اللي مش متعلم يعرف يفهم كلام. خبر اتنشر في مصر في جريدة مصرية موالية للحكومة بيقول تهديد الأمن القومي المصري من شركة أبراج كابيتال الإماراتية. ليه؟ الشركة دي قعدت تشتري شركات الأدوية المصرية حتة حتة، وطبعا فيه ابن ورك الكلب كان بيبيع لهم، بيبيع، عايز دولارات، عايز يبني قصور، عايز يشتري طيارة، عايز يجيب للمرأة عقد، عايز يجيب للبت البان، عايز يجيب للبت خواتم، بيبيع شركات الأدوية المصرية حتتك بتتك ومن تحت الترابيزة، درجة إن نقابة الأطباء ومسؤولين في نقابة الأطباء قال لك في حاجة بتحصل في البلد احنا مش عارفين ايه، شركات الأدوية المصرية بتتباع وأحيانا بيكون المشتري مجهول. هجيب لكم منى، اسمع منى وهي بتقول حاجة اسمها الأمن القومي في مجال الصحة، الأمن القومي في مجال التعليم، شركة أنا مش عارفة لحد النهاردة مين أصحابها، داخلة بتشتري علشان تستحوذ تعمل احتكار وتسيطر. ده طبعا بالنسبة لي حاجة مرعبة. الشركات بتتباع لمشتري مجهول، وفي صحفي كتب إن الأمن القومي المصري في خطر. ده صحفي شاطر بقى، انتبه، وبيحذر المسؤولين. أتاري ورود الحرام اللي باعوا هم المسؤولين، والصحفي الشاطر اللي كتب المقال تهديد الأمن القومي المصري من شركة أبراج كابيتال الإماراتية اللي بتشتري الدواء المصري والمصريين هيموتوا في الشوارع مش هيلاقوا أدوية. الصحفي ده اسمه محمد الجرحي. حصل إيه؟ اتقبض عليه، اعتقل واتنكل بيه لأنه كشف السر اللي البهوات بيبزنسوا فيه، بيبزنسوا في الدواء. مش بس بيزنس، ده خراب متعمد لصحة المصريين. خراب متعمد. الصيدليات بتعاني، الصيدليات مش بتعاني وبس، الصيدليات تئن. واسمحي لي ان انا ممكن كمان يعني اتجاوز في اللفظ في ان انا اوصل لحد ان من 2017 الصيدليات في مصر تتعرض لتدمير ممنهج لاقتصادياتها عشان الناس تترمى في الشوارع زي ما حصل دلوقتي وانا بكلمك تما، وانا بكلمك دلوقتي مرضى القلب يا عيني دايخين في الشوارع. وخش انت على السوشيال ميديا هتلاقي ناس يا جماعه اللي عنده الدواء ده، طب حد يعرف ليه عايزين واسطه؟ ما تدورش، ما تدورش، ولود الكلب كلوا البلد وباعوها، شركة أبراج كابيتال، والضحية محمد الجرحي الصحفي اللي كتب إن شركة أبراج كابيتال الإماراتية بتشتري شركات الأدوية المصرية وبتبيع من الباطل لمشتري. أنا وأنت عارفين مين هو، إخوال الولد الكلب اللي قاعد على تله. استدعاء النيابة لمحمد الجرحي في تهمة السب والقذف والبلاغ اللي مقدماه النائبة غادة العجمي بعد أسبوع واحد من اقتحام منزل أسرته ومن السؤال عليه، ولما ما لقوهوش أخدوا أخوه حتى الآن ما زال محتجز. والآثار بدأت تبان، مفيش أدوية قلب ولا سكر ولا ضغط، خصوصا أدوية القلب، مقويات عضلة القلب، الدواء ده مش موجود، لا مستورد ولا محلي. نقابة الصيادلة نفسها مش عارفة تتصرف، هيعملوا ايه؟ مشهد التكدس قدام صيدليات الإسعاف في وسط البلد مشهد يعني يضني القلب ويشرح ويوضح قد ايه الأزمة، يعني قد ايه الأزمة متفاقمة. هيعملوا ايه؟ ما خلاص البشوات قبضوا، ومش مسألة بيزنس، ده خراب متعمد للبلد يا بلد. طيب امال يعني لما دواء القلب ينقص، الدواء ده المقوي عضلة القلب ينقص،
هي مصر ما فيهاش مخزون استراتيجي؟ ما فيش مخزون استراتيجي؟ امال لو دخلنا حرب يا اولاد نعمل ايه؟ لو اتضرب كام صاروخين 3 كده، فين المخزون الاستراتيجي بتاع ادويه السكر؟ ولا اللي عندهم الناس اللي عندها السكر دي تموت، ولا اللي عنده الضغط ده يموت، ونفقد ملايين من غير حرب ولا اتضرب صاروخ ولا حاجه؟ ده ناس ماتت كده نتيجه بس ايه؟ ما فيش مخزون استراتيجي. اسمع يا مواطن، اسمع يا مواطنه، يا اللي عندك القلب واللي ما عندوش القلب واحتمال يجيله القلب، او عندك قريب او صاحب، المخزون الاستراتيجي بتاع البلد اتسرق. يعني مصر على الشنط في موضوع الأدوية، كأنها في حرب بالظبط. في مخزون الاستراتيجي بتاع الأدوية زيك زي غزة، انت وضعك أنيل لأن عددك أكبر، انت بالملايين. ازاي يا عم نبراوي عوف عبشافي عوف نبراوي من صندنهور؟ اشرح لنا. اقول لك اكتب على السوشيال ميديا قضية التهريب الكبرى، ابحث عنها كده، اسأل شات جي بي تي وبورسعيد، قضية التهريب الكبرى. ايه دي يا عم نبراوي؟ ما تنورنا، ما تسوقناش، ما تحنسناش. اقول لك مسكوا عصابة كبيرة من ناس كبار تقال بيهربوا المخزون الاستراتيجي للأدوية بالأطنان للإمارات. حضرتك الدواء بتاعك بيتهرب بره البلد في الدول اللي حواليك. أقول لك إيه يا أستاذ يا مواطن؟ عرفت دواء القلب راح فين؟ عرفت دواء الضغط بيروح فين؟ عرفت دواء السكر بيروح فين؟ عرفت لما تروح الصيدلية ويقول لك الدواء ده مش موجود تروح تلاقيه فين؟ في الإمارات. والطرمخ على الموضوع. والله زي ما بقول لك كده، الطرمخ على الموضوع ده، حتى خايفين يجيبوا سيرة الإمارات. قال لك ده مسكنا شبكة ضابط خرنج مش دريان، ضحوا به ومرمطوه واعتقل الضابط ذات نفسه. قال لك دي عصابة بتهرب الدواء لشركة في آسيا. آسيا؟ هي الإمارات بقى اسمها آسيا؟ انتوا خايفين تقولوا الإمارات بعد ما خدت المخزون الاستراتيجي المصري؟ بعد ما قضية التهريب الكبرى اترمخت؟ بعد ما الأمن القومي المصري اتهدد والولا أعلن إن الأمن المصري مهدد لشركة أبراج كابيتال، خايفين تقولوا اسم الإمارات؟ أكيد تدخل شركات أجنبية خصوصا شركات إماراتية أو سعودية في القطاع الصحي هيأثر على صناعة قرار في مصر، خصوصا صناعة قرار السياسي، لأنه هيهددك. أنا لو ما عملتش كده أنا ممكن أنسحب من البتاع ده، أنسحب من الجزء ده من القطاع ده واكشف. طبعا دي يا جماعة مش بيزنس ولا فساد إداري ولا مالي، دي خطة علشان ترقع. انت لو دورت دلوقتي في اقرب شارع على اي نوع مخدرات هتلاقيه، انما دور على الدواء ده ما تلاقوهوش، لا محلي ولا مستورد، لا هو ولا بديله. ايه اللي حصل؟ قلت لكم ان ابن اليهودية قصدها من خلانه من خالاته. حصل ايه؟ ابحث عن هيئة اسمها هيئة الأدوية وهيئة الشراء الموحد. أنا عايزك أنت تبحث. إذا كان أنا من صندنهور وبعرف أبحث، أنت مش هتعرف تبحث. هيئة الأدوية وهيئة الشراء الموحد. إيه الهيئة دي؟ كان في ولد في وزارة الصحة اسمه تامر عصام، يعني ما استحقش الاسم ده، كل اللي اسمهم تامر يعني ناس محترمين وناس يعني مبدعين. الولد اسمه تامر عصام، فشل في وزارة الصحة، فاشل، يعني التهمة بتاعته انه فاشل، البيان اللي خرج بإقالته انه فاشل. ده مين اللي بيقول؟ ده مين اللي بيقول كده؟ وزارة الصحة قالت ان تامر عصام فاشل واحنا مش عايزينه. وفي حاجة في الجاسوسية يا ولاد، انك تضع الراجل الخروق في المكان الخبوء.
يعني الراجل الغير مناسب في المكان المناسب بهدف خرابها. في واحد ابن أحبه جوز البرميل الأزرق أصدر قرار جمهوري بتعيين الولد الفاشل دي اللي وزارة الصحة المختصة قالت الولد ده فاشل. وفاشل في ايه؟ فاشل في توفير الأدوية، في عمل مخزون استراتيجي للأدوية، ما بيعرفش، فاشل. يعني الولد يشتغل أي حاجة تاني، يقف في فرنة، يبيع جرجير، يبيع خص، لكن ما ينفعش في الأدوية. قالت ده فاشل، وأصدرت بيان قبل كده قد كده وفصلته. صدر قرار جمهوري بإنه ياخدوا الولد ده الفاشل ده ويرقوه لدرجة وزير، ويمسك مجلس إدارة هيئة الأدوية في مصر. مين هو ده؟ تامر عصام، اللي هو إيه؟ الفاشل. بإيه؟ بقرار جمهوري بدرجة وزير. طبعا دي في الساحل فيها ناس جالها القلب قد كده. طيب يعمل إيه تامر عصام؟ إيه الهدف؟ أنا عايزك تركز معايا عشان تعرف إيه الهدف. الهدف إن تامر عصام ده لما يبقى هو رئيس مجلس إدارة هيئة الأدوية، هو بس اللي يستورد الدواء، وهو بس اللي يخرج الدواء من مصر. إيه؟ طب وزارة الصحة والجمارك قرار جمهوري، صدر قرار جمهوري إن هيئة الأدوية دي اللي ماسكها تامر عصام ده الفاشل ده هي بديل وزارة الصحة في تصدير واستيراد الأدوية. يعني وزارة الصحة رب بط بلدي، مالكيش علاقة بالأدوية لا داخل ولا خارج. اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دي وزارة الصحة بتاعت بلدك، وزارة الصحة المصرية، ملهاش علاقة بالدواء، لا تستورد ولا تصدر. طب الصيادلة مالهمش علاقة بالدواء، لا يستوردوا ولا يصدروا. امال مين؟ هيئة الأدوية الشراء الموحد اللي مسكها تامر عصام الفاشل بقرار من وزارة الصحة انه فاشل، لكن القرار الجمهوري قال لك الراجل ده نصح وبدرجة وزير، وهو اللي يمسك هيئة الأدوية والشراء الموحد. وأصدروا بيان جمهوري لوزارة المالية ووزارة الجمارك، المالية والجمارك، المالية والجمارك، ان مالكوش علاقة بالتصدير واستيراد الدواء، ده المالية. طب احنا هنقبض حق الدواء اللي بنصدره؟ لا، من اللي يقبضوا هيئة الأدوية الشراء الموحد تامر عصام الفاشل. طب ده احنا هنبيع، انتوا عايزين فلوس، مالكوش فيه. طيب الجمارك ده في مخزون استراتيجي أدوية بالأطنان بتخرج من البلد، مالكوش فيه. اللي يتكلم واللي يعلق هيئة الأدوية اللي ماسكها تامر عصام الفاشل بقرار جمهوري. فهمت المخزون الاستراتيجي المصري ازاي راح الإمارات، وازاي ان الولد محمد الجرحي الصحفي شم خبر بالموضوع وكتب ان الامن القومي المصري في خطر، المصريين بيموتوا ومش هيلاقوا الدواء ولا قرص الاسبرين ياخدوه، قبضوا على محمد الجرحي. فهمت؟ جبتها لك اهي واحده واحده وحته حته، عشان لما تلاقي واحد على النت بيقول ياهو مش لاقي دواء القلب ولا لاقي بديله، تعرف ان هناك ايادي مخططه صهيونيه عن طريق ابن خالتهم اصدروا قرار جمهوري بافساد المخزون الاستراتيجي المصري. الاستراتيجي هو. طيب في خبر حلو، خبر جميل، ان صدر قرار. اكتب ما اجمل القرارات، والشعب مش عارف حاجه، محدش بيعرف القرار ده. انت عرفت القرار لما باجي اقوله لك. صدر قرار بتعاون استراتيجي بين وزارة الصحة والإنتاج الحربي. الصحة وقعت النهاردة بروتوكول تعاون مع الإنتاج الحربي وفاركوا لإنشاء أول مصنع لإنتاج أدوية الأورام. امال هتلبسوا البوس ازاي؟ ما هو لازم حد يلبس الشعب اللبوس، أكيد هينتجوا البوس، لكن أدوية قلب، سكر، أمراض تقيلة بتتصنف في مصر بأنها أدوية إنقاذ حياة، مش موجودة في الصيدليات. أنا انزل الصيدلية تحت بيتك واسأل، يمكن نبراوي كداب، يمكن نبراوي عبشافي عوف بينخع عليك. انزل الصيدلية اللي جنبك كده قول له والله صحيح يا دكتور، اشتري منه أي حاجة ودردش معاه. قول له هي صحيح أدوية القلب شحة؟ في أدوية ناقصة؟
انت لو رحت اي دكتور حتى بطنه ولا رئه ولا حتى عندك البواسير، هيكتب لك اي دواء، تروح الصيدليه يقول لك مش موجود، فيه بديل، او مش موجود ومفيش بديل، اخبط دماغك في الحيط او حك دراعك في الحيط عشان عندك بواسير يعني. فهمت ازاي؟ فهمت ازاي البلد راحت النار؟ طيب انت لو ما متش في حادثه، لو ما متش على الطريق الاقليمي، لو ما متش في قطر، لو ما متش في تسمم زي العيال اللي ماتوا في المنيا النهارده ولا امبارح 100 واحد باكل مسمم، يبقى خلاص هيستنوك اما يجيك اي مرض، اي مرض ان شاء الله حبه مغص بعد كده مش هتلاقيه. الادويه اتنقلت، مخزون الاستراتيجي لمصر اتنقل للامارات، خلاص اتنقل، ده الكلام ده قديم. لكن بدأت بقى الآثار. مفيش دواء في مصر من أدوية إنقاذ الحياة. تقول لي بقى أنسولين جاله غيبوبة سكر، تقول لي ضغط عالي ولا واطي، تقول لي عنده كانسر، تقول لي عنده قلب، عضلة قلبه ضعيفة، عضلة قلبه، لا الدواء ولا بديله. ادي الحالة يا سيدي بتاع البلد اللي ما دخلتش حرب لسه. انت لسه كده مش في حرب، انت هتقع مكانك كده من غير حرب. بقول لك وضعك في الادويه اوسخ من اللي حاصل في غزه من غير حرب. ده انت لما تقارن العدد ده اكتر من 110 مليون، يعني عندك الاف الالاف، يمكن عد المليون اللي محتاج دواء القلب دي. خلاص كل ده اجهز يا حنوتي، ربنا طبعا يديهم الصحه ويبارك فيها ويعديها على خير. الدوله دي ايه زي ما قال ابن الكلب كده خربانه وكده خربانه. صحيح، يعمل ايه التعليم في وطن ضايع، ويعمل ايه دواء القلب في وطن ضايع. وزي ما قال ابن الاحبه الثاني، وطن بلا دواء خير من دواء بلا وطن. ما التعريس بقى شغال على ودنه بقى، خلينا نقول بصراحه بقى. واللي بيضيع مين؟ البلد، شعب مصر. وهناك قوى اقليميه من مصلحتها ان الشعب ده يموت. خلي بالك، لما انتوا مش لاقيين دواء، امال الادويه الفلوس اللي انتوا بتقترضوها دي بتجيبوا منها ايه؟ لما يقول لك موافقه الرئيس انه يعني في قرض جاي مش عارف ب 17 شريون، شكرا يا افاتار، و18 بليون، وكل خبر كده بيجي بس ايه في السكراتة كده، قرض ب 45 مليار، البنك المركزي بيقترض على 16 مليار. الفلوس دي بتروح فين يا ابو الكلب؟ ما ترد يا فخر مصر، رد. الفلوس دي بتروح فين؟ بتروح فين يا فخر مصر؟ طب ما انتوا بتستلفوا، بتبنوا بيها حفر نوع به، لا طرق بتفضل ولا جرارات ولا قطورات بتفضل، كله عمال يولع ويخبط في بعضه، ولا اسفلت بيفضل. الفلوس دي بتروح فين؟ طب استوردوا بيها الادويه اللي بتسمى ادويه انقاذ الحياه، راحت فين؟ فهمني؟ الفلوس دي بتروح في جيوب حد تاني. بس خليك واعي، مش الهدف بس البيزنس، الهدف الخراب بنية التخريب. انا قلت اللي عندي ولو فيك حيل، ولو عايز يعني تنقذ البلد دي، لو فاضي شوية يبقى قابلني في حتة بعيدة، اقول لك على فكرة جديدة، ويا سيدي ابقى خلي حساب القهوة علي. سلام.